انا كبرت ولازم اتجوز. دي سبوب. البنت توصل 20 سنه لازم تتجوز عشان نسطرها. هي اكيد هتتغير بعد الجواز، هو اكيد هيتغير بعد الجواز. امتى بيتولد الحب؟ وربنا سبحانه وتعالى نفسه بيحب. خدها ولما تتجوز انت اللي هتشكلها على مزاجك. 2 عايشين تحت بيت سقف واحد متطلقين بس مش في المحكمه، جوه البيت. انا متاكد ان في سؤال بيدور في ذهن عبد الرحمن وعايز يساله من وراء الكاميرات. مرحله الخطوبه تحديدا بقى انا بقول لك شغل فيها عقلك بس. هل في اشخاص ما لهمش جواز اصلا؟ صعب جدا تقول ان انا اجل الخلفه دي 3 سنين. ده احنا من اول اسبوعين يقول لك مفيش حاجه جايه في السكه. بسم الله. السؤال ده كل بيت مقفول عليه باب، جواه صندوق مليان حكايات وأسرار وأوقات خناقات في صمت ودموع محدش بيشوفها. وناس بتقول بنقابل الشخص الصح في الوقت الغلط، وأوقات بنختار الشخص الغلط ونكمل علشان خايفين من المجتمع. النهاردة هنشوف إيه اللي جوه الصندوق في العلاقات الأسرية وتربية الأطفال والمراهقين. هنجاوب على الأسئلة الشائكة المسكوت عنها من واقع العقد النفسية اللي بنشيلها من طفولتنا. ضيفنا النهاردة اللي هنفتح معاه الصندوق هو استشاري الإرشاد الأسري والتربية، اللي هنحاول نعرف منه هل التربية محتاجة علم وثقافة ولا نكتفي بالخبرة زي زمان. بنرحب باللايف كوتش الكابتن كريم باشا. اهلا وسهلا استاذ سامع، ازي حضرتك؟ نورتنا. نورك، ربنا يخليك يا رب. مين هو اللايف كوتش كريم باشا؟ هو انسان بسيط يحمل كل الخير لمن حوله، حتى لو الناس الاخرى لا تحمل ذلك. ببساطه شديده انا هتكلم عن طبعا شغل السابق. انا كنت انتمي للمؤسسه العريقه للقوات المسلحه لمده اكثر من 20 سنه. بعتز جدا وبتشرف بالخدمه فيها لحد تقاعدت من الخدمه من كام سنه، وجوايا احساس كبير وشغف كبير ان لازم ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا. نعم. فاكيد في كل واحد فينا ليه رساله، مش شرط تبقى رساله كبيره جدا يعني ان هو يغير الكون، لكن حتى لو في محيط اسرته، حتى لو في الشارع بتاعه، حتى لو مع صحابه، انما كل انسان هو مكلف برساله. بس هي الفكره ان انت تكون عارف ازاي او ايه هي الرساله بتاعتك بالظبط. وانا مؤمن جدا كمان بموضوع ان الكلمه مؤثره جدا، ممكن ترفع انسان لسابع سما او تخسف بانسان الارض. فالكلمه وقعها كبير جدا على اي انسان. فده كان شغفي ان انا عايز ادرس افهم النفس البشريه اكتر بشكل اعمق، بحيث ان انا اقدر لو وقت ما يعني اول لما اجي اتكلم مع حد او في اي موضوع اقدر ان انا فعلا افيده، واقدر ان انا اطلع اللي جوايا بس بشكل علمي وبشكل نفسي. بعد ما تقاعدت من الخدمه فكرت ايه اللي ممكن اقدر اخده بحيث ان انا اطور من نفسي وان انا يعني اكون اكثر علما من السابق. ما اعتمدش زي ما حضرتك بتقول على الخبره بتاعتي بس، لا بالعكس، لازم يبقى في ثقافه ولازم اقرا ولازم اطلع عشان طبعا اقدر الم بمعظم الحاجات اللي اقدر افيد بيها الناس بشكل عام. بالظبط. فخدت برنامج الارشاد النفسي والاسري من جامعه عين شمس. كان برضو فتره عظيمه جدا مع ناس كتير محترمه وتعلمت كتير جدا، لكن حسيت ان هو مش كفايه، عايز اخد اكتر وعايز اسمع اكتر. فاخدت برنامج اللايف كوتشنج المعتمد من الاي سي اف، الاتحاد الدولي للكوتشنج، وتخصصت تحديدا في الريليشن شيبس، العلاقات، لان احنا معظم مشاكلنا ده ما كانش كلها بسبب العلاقات. لو احنا جينا بصينا حوالينا كده هنلاقي ممكن تبقى عندي مشكله جوه البيت مع اخواتي او والدي او والدتي، اطلع بره البيت عندي مشكله في المدرسه او في الجامعه، او عندي مشكله في الشغل او مع صحابي او مع اي حد. فبالتالي هي العلاقات هي اللي عامله لي المشكله. فعشان كده لازم افهم كويس اقدر اتعامل ازاي. يعني حضرتك بتقول علشان نبني علاقات اسريه ناجحه لازم من العلم والوعي والثقافه. مظبوط. مش نعتمد على الخبره زي زمان. الخبره مهمه، مش هنقول لا هي مهمه، لكن غير كافيه. بس الوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بقى مرعب جدا. حاجات ما كانتش موجوده زمان جدا. قبل ما نبدا تسجيل كنا بنتكلم على العصر الذهبي الجميل اللي احنا تربينا فيه، الجيل بتاعنا جيل الثمانينات اللي أيوة. كان فيه العيب عيب والحرام حرام والمبادئ مبادئ والاصول والعادات وقلت لي لما كان حد يموت من جيراننا كان التلفزيون يتقفل 40 يوم.
فاكر جدا حاجه زي صح كده؟ فاكر جدا. فالموضوع كان سهل بالنسبه لنا زمان، لكن الانفتاح الكبير اللي تسببت فيه حاليا دلوقتي السوشيال ميديا والتقليد الاعمى، لا محتاج ندرس بقى، محتاج نشوف ازاي نعرف نحل المشكلات بتاعتنا اللي ممكن انا وانت ننام دلوقتي نصحى نلاقي ابديتس جديده علينا احنا ما كناش عاملين حسابها. مظبوط، صحيح. بالتالي لازم تدرس. علشان كده بسأل حضرتك، زمان بقى مين اللي كان بيقوم بدور الارشاد الاسري؟ الاول بس ما اقدرش انا افوت كلمه جيل الثمانينات دي بسهوله كده. أيوة. لان بالنسبه لي عشان انا جيل الثمانينات فجيل عظيم. انا عندي 43 سنه. أيوة. ومتجوز طبعا. فالجيل ده انا بالنسبه لي جيل عظيم. اللي بس هو عنده مشكله ان هو عاش في حقبتين زمنيتين مختلفين. شاف زمان الاصول والعادات والتقاليد وزي ما حضرتك كنت بتقول كده ان ممكن جاري مثلا يموت فلازم احترم ده، ما شغلش تلفزيون لمده شهر مثلا. صح. او ممكن لو فتحت التلفزيون وشفت فيلم ايام زمان بقى، ما كان فيه برنامج زي اختارنا لك زمان والحاجات دي، ولو شفت واحد مثلا بطل بيبوس ايد البطله اودي وش الناحيه الثانيه، ايديها بيبوس ايديها مش دلوقتي. ايوه فاودي وش الناحيه الثانيه اوقف التلفزيون. ايوه. فعشنا في الحقبه دي. او اشوف المدرس بتاعي جاي من الشارع فعلا حرفيا ان انا امشي من الشارع الثاني انا قلقان منه وخايف منه. بس بحترمه وهو علمني. صح. وبعد ما اعدي المرحله سواء في ابتدائي او ايا كان اقابله في الشارع اسلم عليه واخده بالحضن كمان. صح. وما بين بقى الحقبه الزمنيه الجديده جين زي واللي احنا بنشوفه دلوقتي والثوره التكنولوجيه المعلوماتيه وانترنت وكل ده، فانت الجيل الثمانينات ده بالنسبه لي جيل قوي. ده حقيقي. شايل اصول وعادات ودين وتقاليد زمان، وشايل الحداثه دلوقتي في الفكر والحريات وكلام كتير كبير كده. خلي بالك هو جيل الثمانينات جيل محظوظ جدا بالنسبه لي جدا. بالظبط. بس هو اكتر جيل تعبان انا شايف كده. على الرغم ان الدراسات بتقول انه لا، ان الجيل ده يعني دراسه كانت عملت في امريكا انه معظم رؤساء مجلس ادارات الشركات الكبيره اصلا جيل الثمانينات دلوقتي. كانت في فعلا دراسه كده معموله ان جيل تقريبا بيسمونا جيل اكس، هم اللي تقريبا متقلدين مناصب كبيره وهم اللي دايرين المؤسسات والشركات. ده حقيقي. طب ده ليه؟ ما هو متربي اصلا على اصول وعادات زمان اللي هي علمته بجد. هقول لك حاجه، رغم ان الوعي زمان كان قليل، دلوقتي عندك وعي اكتر. عندك السوشيال ميديا وعندك الانترنت، تفتح اي حاجه تشوف اي حاجه. انما زمان الوعي كان اقل بس كانت التقاليد اقوى واعمق والدين اكتر بكتير. شفت احنا بنلف وندور حوالين الوعي وحوالين الارشاد الاسري الصحيح والتربيه الصحيحه. مظبوط. محتاجين نرد على يعني سؤال بيتقال او يعني بعض الجمل اللي بتتقال على الكارير بتاع حضرتك انه دي سبوبه. يعني حد مش لاقي شغل طبعا. فهو بيعمل ده وشغال وخلاص. فنرد على ده نقول ايه؟ اللي عايز يقول حاجه طبعا كل واحد من حقه يقول اي حاجه هو شايفها من وجهه نظره يعني. لكن ده طبعا كلام مش حقيقي. ده في اسس وعلم ودراسات كبيره وناس بتحضر فيه دراسات عليا وناس بتدرس في اكاديميات حتى في بره مصر، مش هنقول في مصر بس. لا، هو اللي السبوبه بالنسبه لحد مش مثقف او بيمتهنها من اي مكان. انما لما تكون دارس بشكل عميق واخد من مكان معتمد ودارس حاجه حقيقيه، منهج حقيقي، تقدر فعلا انك تعبر وتقدر ان انت تفيد كمان الناس. ما تبقاش زي ما حضرتك بتقول كده سبوبه او اي حد طالع يقول كلمتين وخلاص. ده حقيقي. نرجع بقى للسؤال المهم، مين اللي كان بيقوم بدور الارشاد الاسري زمان؟ ما فيش غير الاب والام. ابويا الله يرحمه وامي وزي اي حد كان هو الموجه والمرشد الرئيسي ليا. لو عملت غلط بيقول لي عيب، لو عملت صح يقول لي شاطر. فما كانش فيه اكتر من كده. اضيف لحضرتك كمان بس لكن في اتفضل. ستي وعمي اللي هم مش من الرحم. ستي اللي هي جارتي اللي بقول لها ستي. تمام. عمي اللي هو عمي اللي مش قريب، اللي مش من العيله اصلا، وبقول لعمي لمجرد ان هو جارنا وليه حقوق عليا زي نفس او معاه السلطات بتاعت والدي. مظبوط. وجارتي اللي معاها السلطات بتاعت والدتي اللي شافتني بعمل حاجه غلط تخاف وتترعب منها. هو ده اللي كان بيقوم بدور الارشاد الاسري زمان. صحيح. الاب والام دول اساس طبعا، والجد والجده. لما كنا بنروح بيت العيله زمان واحنا صغيرين كده، انا فاكر كويس جدا
لما كنا بنتجمع كلنا والعيله تبدا بقى، يعني لو حد عمل حاجه غلط كان جدي يقعد كده وكان يقول يعاقبنا كمان، اللي كان بيغلط بيعاقبه، مش بس كده ويكافئنا لو حد عمل حاجه كويسه. وكنت بتروح المدرسه المدرس عظيم، حاجه عظيمه بالنسبه لنا، لا هو بيعلمنا برضه، يقول لنا غلط صح وده كده غلط وده كده صح. هو الدور مؤثر جدا. انما دلوقتي اللي اسمها ايه بقى؟ اسمها التربيه والتعليم. بالظبط، مظبوط. انا رايح عشان خاطر اتربى في المدرسه. يعني المدرسه بتربي بجانب البيت، ده حقيقي. غير دلوقتي طبعا بنشوف حاجات كتير صعبه جدا. يعني ايه السر اللي اكتشفته جوه الصندوق بتاع الاسره المصريه بيهدد المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ هو سر خطير جدا، انا شايفه من وجهه نظري يعني ممكن يسبب مشاكل كبيره جدا. هو الكتمان، حاجه مش يعني صعبه جدا جدا في اي سن بقى، طفل صغير ابتدائي اعدادي جميع مراحله بقى، حتى لو شاب في الجامعه، حتى لو متجوز، انت عندك الكتمان ده، ان انا مش لاقي حد احكي معاه واتكلم معاه وافضفض معاه وانا مش قلقان، لا يفضحني ولا هجيب سيرتي ولا لا، هو خايف عليا وبيحبني، فبكتم جوايا. الكتمان ده مع الوقت كل مدى لحد لما يجي في وقت معين وهيبقى وقت غير مناسب هينفجر. ينفجر ده بقى باي شكل، اكتئاب، عزله، مشاكل، خناقات، عصبيه، عنف. شوف طفل دلوقتي ثالثه اعدادي بيموت زميله، انت متخيل؟ الثالثه اعدادي اللي كنا بنخاف زمان المدرس يشوفني بيموت زميله، طب هو جاب الجرأه والعنف ده منين؟ ما هو اللي انا بقول لك عليه ده كتمان. مفيش حد بيحتوي في البيت، لا عارف يحكي لحد ولا حد بيوجهه. الناس الاب والام مشغولين، الاب مشغول في لقمه العيش بيجري طول اليوم، ان كان بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه الله يعين الناس كلها، والام برضه في عالم تاني. انما فين اللي هيحتوي الطفل ده؟ مين اللي هياخده في حضنه ويحكي له؟ مين اللي هيستلم يرجع مدرسه يقول له عمل ايه في اليوم بتاعه؟ مين قابله؟ مين كلمه؟ مين ضحك معاه؟ مين شتمه؟ مين ضايقه؟ ما بلاقيش، يفضل عمال يكتم او يلجأ بقى لحد صديق، سواء بنت بقى او ولد، يعني والله اعلم بقى الصديق ده هيعمل ايه، يا يقول له صح يا يقول له غلط، يا ينحرف يا يوجهه. فانا سبته لبره البيت. علشان كده حابب اعرف من حضرتك ايه اكتر كذبه بنمر بيها في مرحله الخطوبه؟ المفروض ان المرحله دي هي اللي بتأسس للحياه الزوجيه الناجحه، مش الحياه الزوجيه بس، ده الحياه المجتمعيه الناجحه. مزبوط. لان الاسره دي نواة المجتمع، هي نواة المجتمع. مظبوط. فلو ما اتبنتش باسلوب منهجي وعلمي وصحيح بكل تأكيد النتيجة بتاعتها هتفشل. وهتقعد على المجتمع. صحيح. ايه بقى اكتر كذبة بقى بنمر بيها في فترة الخطوبة؟ اكبر كذبة بنمر بيها في فترة الخطوبة هي اكيد هتتغير بعد الجواز، هو اكيد هيتغير بعد الجواز، والحقيقة ما فيش حد بيتغير، ولو هنقول مجازا حد يتغير هيتغير بنسبة 1%. هي الطباع واحدة وهي الصفات واحدة وهي النمط كل واحد، لكن بيبقى مغلف بشكل معين كده في فترة الخطوبة. يعني استنى، يعني بتقول خديه يا بنتي، تقول يا ماما فيها سلبيات وفيها حاجات، يا بنتي مفيش حد بيقعد على حاله، ده هيتغير بعد الجواز. والناحية التانية نفس القصة، يا بابا ده انا شايفها متدلعة زيادة عن اللزوم ولبسها كذا، يا ابني لما تكبر هتعقل، خدها ولما تتجوز انت اللي هتشكلها على مزاجك. حضرتك بتقول لي ده ما بيحصلش. ما بيحصلش، محدش بيغير حد. لا طبعا، ولا حد بيتغير علشان حد. ممكن تحصل حد يتغير عشان حد لو حبيته قوي، وده مش بيبقى في الاول، بعد مده طويله في الجواز ممكن اعمل حاجه عشان خاطرك عشان انا بحبك. ايوه. انما الخطوبه لا، الخطوبه دي اصعب فتره في اختيار شريك الحياه، لانها فتره المفترض فيها ان انا بقيم الشخص اللي انا هعيش مع حياتي واكمل مع حياتي، ده انا بفكر فيها هنبني حياتنا الجايه ازاي. انا مش جاي دباديب وهدايا وعناية بتطلع قلوب، ده مطلوب، مش هقولك مش مطلوب، لكن عندي هدف مهم، ببني اسره وببني حياه هتعيش. انا مش 3 وهطلع وهمشي، لا ده ممكن يبقى فيه طفل واثنين. طب انا هختار الانسان ده ازاي؟ فالاختيار ده ليه معايير بقى، مش لازم يبقى فيه معايير، مش هينفع اختار اي حاجه كده. قلت لي معيار الحب، علشان كده حابب اعرف امتى بيتولد الحب؟ هل بيتولد في فتره الخطوبه ولا بعد الجواز؟ خليني اقول لك في فروق. وبعدين عايز اقول الحب الحقيقي زي اللي قال الاستاذ محمد فؤاد. الحب الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه فينا
من واحنا لسه في بطون امهات. في ناس كتير بتنكر ان يقول لك مفيش حب، بينكر الحب. انا بقول لهم لا، الحب ده موجود، ربنا سبحانه وتعالى خلقه، وربنا سبحانه وتعالى نفسه بيحب. صح. هو اللي قال كده، والله يحب المحسنين. وقال لسيدنا موسى والقيت عليك محبة مني. نعم. تخيل، قال لسيدنا موسى انا اديتك محبة مني، انا احبب فيك الناس وخليك الناس تحبك وانت في الارض. فالحب موجود، فطرة موجودة جوانا. هي الفكرة ان انت امتى تحس الاحساس ده. ففي 3 فروق مهمة جدا لازم تعرفها، والناس بتختار على اساسها وبيفتكر ان هو بيحب. يعني يقول لك حب من اول نظرة، انا بقول ما فيش حاجة اسمها حب من اول نظرة. في 3 مصطلحات مهمة جدا. اول مصطلح الانبهار، ان اشوف حد واو شعرها جميل، بص لبسها، والعكس ايه ده، بص عربيته، شايف تليفونه وشكله ولبسه، ده انبهار، وده بسميه سريع الذوبان. او ممكن يتكرر مع شخص تاني. بالظبط. الانبهار ده سريع الذوبان ازاي؟ انا هو لحظي، حاجه لحظيه، شفت حاجه عجبتني خطفتني من عينيا، طب بيتكسر في ثانيه يتكسر. ازاي؟ لو الطرف التاني ده عمل سلوك مش كويس او تصرف مش حلو او خرج منه كلام مش كويس، انتهى. طيب المصطلح التاني يجي الاعجاب بقى، اتقل شويه. الاعجاب بقى خلاص بقيت ابص الشكل اللي خلاص ميزت مثلا الشكل، ابدا ابص لحاجات تانية بقى، طريقه الكلام، طريقه التفكير. طب عنده طموح، عندها طموح، بتفكر في حياتها اللي جايه ازاي، يبدا الاعجاب. الحب ده اخر مرحله خالص. طب ده ليه شروط او ليه صفات؟ طبعا ليه صفات. احب حضرتك وانت بتتحملني وانا متضايق، ما هو الحب ده مش في وقت اللطافه طبعا. بنهزر ونحب ودباديب جميل كده حب، لا، تشوفني وانا في جميع حالاتي، وانا متضايق وانا تعبان وانا مضغوط وانا متعصب، فتقبلني زي ما انا، ده حب. او وقت ما نختلف ما تنهرنيش، ما تغضبش عليا جامد، ما تزعقليش، تستوعبني وتمتص الشحنه اللي جوايا، ده حب. عندي حاجه مضايقاني فتساعدني بحل، تقف جنبي وتساعدني في حل، كل ده حب. دي بقى الفروق ال3. عشان في ناس بتتجوز ويفتكر ان هو حب، وفي الاخر يفتكر يلاقي نفسه ايه ده، اذا كنت بحبها او كنت بحبه، لا ده مش حب. في مؤشر نقدر نقيس بيه المحبة جوه القلوب؟ مؤشر بالمواقف. اقدر اقول لك بالمواقف. انا شفتك في موقف احتاجتك لقيتك جنبي، انا احبك. انما مش في وقت العيد ميلاد بس وفي وقت اللطيف والجميل، لا، شفتك في وقت ازمه فعلا وقفت جنبي وفعلا ساعدتني وفعلا بتتغاضى عن زلاتي واخطائي، ما انا بغلط وانت بتغلط، فبنقبل بعض وبنسامح بعض، ده حب. ففي مواقف كتير جدا تقدر تحكم بيها. عجبني قوي انك شاورت لي على فكره ان ربنا بيحب. طبعا عجبتني جدا بصراحه. وبيكره، ربنا بيكره. نورت لي حاجه كويسه. كان الاستاذ مرسي جميل عزيز لما طبعا. كتب اغنيه لام كلثوم كتب فيها جزء كده، هو عمل يعني شويه جدال، لكن لما قالت الله محبه وبعد كده اتغيرت بس هو فعلا الله محبه، وزي ما اخواتنا المسيحيين بيقولوا الله محبه، ربنا بيحب طبعا. ده حقيقي. علشان كده بقول امتى الحب يتحول لمرض، وانا مش هقدر اسيب الشخص ده. وعلى فكرة هو الحب مش شرط يكون ما بين 2 هيتجوزوا بعض. مظبوط، صح. لا يعني الأب بيحب بنته، ده حب. الصديق بيحب صديقه، ده حب. مظبوط. فالحب مش مبني على الزواج فقط يعني. ولكن امتى يتحول بقى لمرض؟ امتى يتحول لمرض؟ انا بقى ساعتها ما بسميهوش حب، بسميه تعود. طب ايه الفرق بين الحب والتعود؟ الحب أرقى، التعود أقوى. بص الفرق عامل ازاي؟ الحب أرقى، حاجة راقية من عند ربنا، فليها سمات وحاجات كده، ظروف معينة. إنما التعود أقوى من الحب. متعود على الشخص. يبقى مرض لو أنا الشخص بيأذيني أو علاقة سامة، بس أنا ماسك فيه بداية وأسناني، ومهما تأذي أنا عايز أفضل معاه، ما أقدرش أعدي يومي، لازم أشوفه، لازم أكلمه، خلاص تعودت عليه. وحتى لو جيت سبته هدور برضو على نفس النمط عشان يحقق لي الحاجه اللي جوايا، اللي انا ببقى شايف نفسي او حاسس بنفسي وانا مع الشخص ده. عايز حد يبقى مسيطر وحاكم، زي حاكم عليا، وبمعنى صح يتحكم فيا، يمين يمين شمال شمال. فده تعود، ده مش حب، لان الحب عمره ما كان مرض. احنا جيل ما ترباش على او مصطلح البلوك ده جديد بالنسبه لنا. مظبوط. نتعامل بلوك والحاجات دي كانش موجود. البلوك ده فاكر التليفون ده زمان لما كان مثلا لو بنتكلم على بشيل السماعه، تشيل السماعه، ده كان بلوك بتاع زمان، ودي حاجه ما كانتش كويسه.
طبعا مظبوط. ما ينفعش ان شخص انت بتحبه وهو عارف ان هو متعلق بيك وحب ان هو يشوفك بشكل دائم وتعمل بلوك او ما تردش مثلا عليه على التليفون بتاعه او الواتساب. ده المفروض تاخد قرار فوري ان هو يخرج من حياتك. تتفق مع ده ولا لا؟ طالما انا اتاذيت من الشخص وشفت منه تجربه سيئه واذاني نفسيا وفي حياتي، لا انا ابعد عنه فورا. بس هي الفكره ان انت تقدر، هل انت قادر على ده؟ هو ده بقى المشكله، ولا انت لسه ضعيف محتاج للطرف التاني؟ فده انت تتحدى فيه نفسك جدا، ان انت تفصل وقت ما تقول خلاص انا مش هكلم الشخص ده تاني، حتى من غير ما تعمل له بلوك زي ما حضرتك بتقول كده. هو موجود على السوشيال ميديا عادي، هو موجود في بشوف، ممكن اشوف، بس انا واخد القرار ومقرر، انتهى خلاص. فبقفل الصفحه بتاعته تماما، حلوها ومرها. ليه؟ لان انا بتعرض للاذى. فالفكره ان انت لازم تكون ان انت بتتعرض، لازم تكون انت عارف ان انت بتتعرض للاذى. ما ينفعش يعني تسكت على حاجه زي كده. بنت في مرحله الخطوبه امتى تقول لها اهربي ما تكمليش، لان الطريق اللي انت ماشيه فيه ده هيضرك بشكل كبير؟ بص، مرحله الخطوبه زي ما انا قلت من شويه مرحله خطيره جدا جدا، لان اصلا اساسها انا بقيم الشخص اللي قدامي او شريك حياتي اللي انا بختاره اللي هو هيكمل معايا ولا لا، فبشوفه مناسب ليا ولا لا. مش مرحله رومانسيه، فانا مش عايز احكم فيها بمشاعري، انا مفترض اشغل فيها عقلي. واحنا طبعا كبني ادمين وبشر، ربنا خلينا سبحانه وتعالى عندنا حاجتين بينهم صراع دائم مش هينتهي الا يوم القيامه: العقل والقلب. الاثنين دول دايما بيخبطوا في بعض ومحدش فيهم كسبان. لو جيت بصيت كده، طب انا هتجوز بعقلي بس هبقى خسران، طب هتجوز بقلبي بس هخسر برضه. فعايز الموضوع يبقى فيه ميكس كده بين الاثنين. مرحله الخطوبه تحديدا بقى انا بقول لك شغل فيها عقلك بس. ليه؟ انت بتبني حياه كامله قدام. فالبنت اللي هي عايزه تشوف الشخص ده ما ينفعش وتنهي فورا، ليها كام حاجه بصراحه، هي مش حاجه واحده. بنسميها ساعات يقول لك ريد فلاكس، علامات كده حمراء، لا اشوفها يبقى ده ما ينفعش خالص. ممكن اقول لك كام حاجه زي مثلا يعني قول لي بقى كام حاجه من الريد فلاكس دي. ممكن نقول مثلا انا بقول ان الاحترام هو الجوكر في النجاح العلاقات، ايا كان العلاقه، سواء قرابه، صداقه، جواز. الاحترام، نحترم بعض لما نختلف بقى، لا فيه اهانه ولا تلاقي سخريه ولا تلاقي تنمر، بالعكس في احترام حتى في الاختلاف. لو فقد الاحترام العلاقه انتهت. ده رقم واحد. رقم 2 الكذب. صعب جدا انها تشوف شريك حياتها بيكذب، يقول حوارات مش حقيقيه، يغلط في الكلام مره والتانيه، ما هو بيبان برضه طبعا كذب ملوش رجلين. فده صفه وحشه جدا، وحتى حرام كمان الانسان يكذب. فدي تنهي فورا العلاقه. ايه كمان بغير الكذب؟ معامله الاهل. ممكن اشوف شريك حياتي بيعامل اهله وحش، بيكلم مامته او باباه بشكل وحش او اخواته، تجاهل، اسلوب حد، ممكن اغلط، ممكن اقول الفاظ. طب ما بالك بيعامل اهله كده؟ انا لما ابقى واحد من اهله هيعاملني ازاي؟ ادي حاجه مهمه. حاجه تانية برضو الغضب الغير امن. يعني ايه؟ حصل انا وانت بيننا نقاش فتعصبت عليا فقمت شاتمني. لا، انا شفت قبل كده قصه لشاب كان بيتقدم لبنت، وكانوا قاعدين في مكان عام في كافيه وقاعدين بيتكلموا، فالمهم اتناقشوا. البنت صوتها عالي، راحت مزعقه في المكان وقالت له كلمه مش كويسه. الشاب قاعد يبص حواليه، وشه احمر جدا، والناس كلها عماله تبص عليه. راح قايم واخد حاجته ومشي. الاحترام اللي قلت عليه في الاول. طب احنا اختلفنا وغضبنا او زعلنا، يبقى الاحترام. نتكلم باسلوب محترم. فده غضب غير امن، ده ما ينفعش ان احنا نكمل في العلاقه دي. وفي حاجه كمان برضو، العلاقات السابقه. لو انا كنت مرتبط قبليكي فلسه في كلام او لسه في شات او لسه في اتصالات، علاقه فاشله جدا. ما لسه عندي حنين للماضي، فهخلص منه ازاي؟ انا لسه ما تخطيتوش، فهل هغرق فيه تاني؟ فده برضو يؤدي للفشل. هو ممكن يعني البنت او الولد يدخلوا علاقه جديده علشان اللي هو زي ما المثل بيتقال، ده سبت ايه المشكله انك هيسيبك، يعني ده انا جوزك سيده. بيتقال. هل ممكن ان هي تقبل تدخل علاقه جديده لمجرد ان هي تنسى العلاقه القديمه؟ وهل ممكن تنجح ولا لا؟ انا هقول لحضرتك حاجه في الجزئيه دي تحديدا، ان في ناس بتتجوز تخيل عشان خاطر
اسباب كده انت لو سمعتها هتستغرب جدا ازاي راجل او ست او ولد شاب او بنت يقرر جواز عشان خاطر الاسباب دي. زي انا كبرت ولازم اتجوز، ادي حاجه تتقال. تاني حاجه انا زهقت من بيت اهلي، قرف ووجع دماغ وضغط، عايز اتجوز واخلص. تالت حاجه ممكن كمان ياخد قرار الجواز ده عشان الناس بقت بتهاجمه ازاي؟ الناس الفضوليه اللي احنا بنشوفها في الافراح دايما دي، ما اتجوزتيش ليه؟ مفيش حاجه. انت معقوله ما اتخطبتيش لحد دلوقتي؟ ايه يا ابني ما تشوف لك عروسه؟ اكتر حاجه مقززه في المجتمع، حاجه صعبه جدا. وانا هرد عليهم رد جميل. الناس اللي احنا بنشوفهم كتير في حياتنا دول بيتدخلوا في اللي ما لهمش فيه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خليك في حالك، فلتقل خيرا او لتصمت. لا ده صلى الله عليه وسلم. لا هو مش موضوع، مش واصل لمرحله ان انت ليه ما اتجوزتيش، ده بيوصل ان هي بعد ما تتجوز كمان برضه يمسكوها، مفيش حاجه في السكه. بالظبط. سؤال كريه جدا بالنسبه لي وسخيف جدا. فالناس تخيل تتجوز عشان الحته دي. الحياه الزوجيه بقى دلوقتي هل اتحولت لمشروع اقتصادي؟ خلينا نسال سؤال تاني بقى، احنا اللي بنتجوز ليه؟ ده سؤال مهم جدا جدا. لو سالت 3/4 الناس، ما كانش كلهم، هيقول لك انا بتجوز عشان سنه الحياه، او اكمل نص ديني، او لازم اتجوز. تمام؟ كل ده كلام جميل. انا بقى اقول لك فكر بمنظور تاني خالص. انت بتتجوز عشان تعبد ربنا. حلو؟ ده سؤال مهم. طب ايه الكلام ده جايبه منين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا كل حاجه المفترض ان انا اعملها هي اصلا عباده. وبرضه قال ايه؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يعني ايه اياته؟ يعني معجزات ربنا سبحانه وتعالى. اذا الجواز ده معجزه. وجعلنا بينكم ايه؟ موده ورحمه. لو انا بلورت المفهوم ده جوه دماغ الاهالي، جوه دماغ الشباب، جوه دماغي انا بتجوز عشان اعبد ربنا، لا ده الموضوع هيختلف تماما. وربنا مش هتبقى بقى مشروع زي ما حضرتك بتقول. ده حقيقي. وربنا قال كمان اني جاعل في الارض خليفه. الخليفه تيجي منين؟ من الزواج. مظبوط. ان انا اكمل الناس اعمر الارض. ده برضو اجابه بتتقال. ده حقيقي. ده حقيقي. انما هو مش مشروع الحاجات. بس هي خلينا نقول برضو بالمجتمع بتاعنا في ملازم عشان اتجوز لازم يبقى في مكان شقه مسكن زوجيه، ده طبيعي. ولازم ادفع مهر او اجيب حاجات العفش بتاعي او الفرش بتاعي، ده طبيعي. لازم اجيب شبكه. كل ده طبيعي. بس هي ما تبقاش مبالغ فيها، او تحط العقده في المنشار، او تبان ان انا صفقه داخل صفقه. بالظبط. لو ما جبتش كاسه مش هينفع نكمل الجواز. زي الناس اللي بتختلف. طب ما نكمل بعد الجواز. هو لازم اجيب كل حاجه، ولازم الشروط اللي مفروضه عليا كلها في مرحله الاتفاق لازم اطبقها. طب ما انا قدام الحياه بعد كده. طب ما نكمل مع بعض. المفروض. طب المفروض طب هو انا ليه اصلا اجيب اوضه نوم بتاعه اطفال والله اعلم ربنا هيرزقني باطفال ولا لا؟ طب ما نجيب اوضه الاطفال دي مع بعض بعد كده لما ربنا يكرمنا. لما ربنا يكرمنا. ليه اجيب شقه كبيره؟ وليه اجيب؟ طب ما اعيش على القد، على قد ما قدرتي. لكن لو ربنا مديني اجيب اللي انا هتأثر، محدش هقول لك مظبوطه. لكن الازمه الكبيره اللي بيمر بيها المجتمع المصري دلوقتي، مش هقول الشباب عندهم عزوف على الزواج، ولكن سبب الحاله المعيشيه الصعبه اللي بنعيشها دلوقتي، المفروض يمكن على العالم كله مش على مصر بس، بسبب المغالاة في الزواج. مظبوط. هي الجواز زي ما قلت لك حاجه عظيمه، وربنا سبحانه وتعالى حلها لحكمه عنده سبحانه وتعالى. وده احنا قلنا نتجوز عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى. فالمفترض عجبتنا قوي برضو. فالمفترض ان انا اسهل الامور، ما اعقدش الامور. وبعدين ما فيش حد كامل من مجاميعه كمان لله. ولو جالك حد لبنتك مثلا ترضى دينه وخلقه، جوزه لبنتك. صح. مش ده اللي سيدنا النبي قال كده؟ والعكس. لو انت شفت بنت حلال طيبه، اهلها ناس طيبين، وماله اللي يقدر يعمل حاجه يعملها طالما في توافق وفي انسجام وفي ألفة بين الأسرتين. إنما مش فكرة أجيب إيه وده وبنت خالتي جابت كذا وابن خالي مش عارف كذا. عارف أنت الكلام المقارنات ده صعب جدا، بيخلي الدنيا صعبة. ده حقيقي. إنما أنا عندي هدف أسمى، عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وهدف أسمى إن ابني يكون عايش حياة مستقرة وبنتي تكون حياتها مستقرة، حد يخاف عليها ويحترمها، وأنا ابني مطمن إن في معاه زوجة صالحة تخاف عليه وتحترمه. عدينا مرحلة الخطوبة والدباديب والمحبة وكل حاجة واتجوزنا على حب.
ايه اللي ممكن يوصل الحياة الزوجية ان الحب يتبخر؟ الحب يتبخر بالروتين القاتل. البيت بيبقى عبارة عن روتين قاتل. لو حصل حاجة زي كده بيسموه الطلاق العاطفي. 2 عايشين تحت بيت سقف واحد متطلقين، بس مش في المحكمة، جوه البيت عايشين دور الأب والأم، مش زوج وزوجة. تحس ان 2 موظفين عايشين مع بعض. انا بجيب الطلبات او الصمت الاسري. ما ده هيجي طبعا. انا بجيب طلباتي، هات 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 هات، عايزين حلو، وانا عايشه بغسله وبكنس وبعمل الاكل البيت، فانا خدامه. المفهومين دول اتبلوروا جوانا. الاب او الراجل ATM، هات طلبات بس. الزوجه عماله تعمل شغل البيت بس. طب فين الحياه؟ فين الألفة؟ وفين الموده؟ وفين الحب بتاع الخطوبه اللي كان الشغف عالي؟ وفين شهر العسل؟ ليه ما فيش حوار بيننا؟ الحوار لو مات بين الطرفين خلاص هتبخر الحب زي ما حضرتك بتقول. في صمت بقى بيسموه الخرس الزوجي. تفتح كلام معاه ازاي؟ تقول له ايه؟ هو جاي من الشغل وتعبان وزهقان، وتفتح معاه كلام ازاي؟ او هو يفتح معاها كلام ازاي؟ بص، ستات كتير عندها مشكلة ازاي؟ عدم اختيار التوقيت المناسب. انا الراجل راجع من بيتي، انا راجل راجع من شغلي مضغوط، قابلت بقى مديري، قابلت حاجه ضايقتني، سايق عربيتي اتخبط، ايا كان المشكله، ارجع الاقي مراتي بتقول لي احنا عايزين كذا 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 كذا، الحق كان في مشكله كذا كذا، ولو عندي اطفال ده ابنك مش عارف كذا كذا. تولع النار اكتر. فالراجل جاي مضغوط ومطحون، فانا طبعا هيكون رد فعلي ايه؟ فعند الستات كتير يعني الا ما رحم ربي عندهم موضوع التوقيت المناسب ده. والراجل بصراحه عشان برضه يكون منصف، كتر قعدته في البيت بيبقى عامل زي ناظر المدرسه. ده مش هنا ليه؟ ده بيعمل كده ليه؟ مشاكل على طول، بيزعق، صوته عالي. احنا ما فيش بينا حوار زي زمان، ما عدناش بنتكلم. فانت لو عايزه تقربي من جوزك او انت تقربي من مراتك، اعرف يوم حصل فيه ايه، اساليه يومه كان عامل ازاي، يمكن متضايق، فلما يفضفض معاكي ويرتاح خلاص الدنيا بتهدى. يعني يدخل يهدى، يقلع هدومه، تقول له طمنا عليك، اخبار يومك عامل ازاي، اخبار يومك عامل ازاي. فين مكالمات الخطوبه بالساعات؟ الكلام خلص ليه مثلا؟ فين الهدايا وفي الحاجات راحت ليه؟ فين الوقت اللي لوحدنا اللي هو احنا فيه، انا ومراتي لوحدنا، ننزل نخرج. لو انا عندي اطفال اخلي الاطفال على جنب مع مامتي، مع ايا كان المكان، بس هاخد وقت لنفسي زي زمان. ده كلام بيجدد الفتور اللي هو العاطفي اللي بيني وبين مراتي. صح. لازم الحاجات دي كلها تتعمل. هل في اشخاص يعني ما لهمش جواز اصلا؟ يعني الناس دي غلط ان هم يتجوزوا؟ لو حضرتك تنصحهم تقول لهم لا انت ما ينفعش انك تدخل في الحياة الزوجية، انك مش ينفع تكمل. في اشخاص كده؟ والله السؤال ده صعب جدا، لكن بس بصراحة انا جايبه من هنا قوي. في ناس فعليا انا شايف ان هو غلط انك تتجوز. هو الافضل انك تعيش بدون جواز، ولا تدخل في مشاكل زوجية او تأذي حد، او تأذي حد طبعا، ونعمل قوانين. الدولة بتعمل قانون دلوقتي وبتعدل في القانون دلوقتي عشان خاطر تحافظ على حضرتك. طب وانا محتاج دولة ومحتاج قانون يمشي لي اموري. ده انا قاعد في شقة مقفولة عليا، انا اللي احط قانوني لنفسي امشي بيه انا واولادي وزوجتي، مش مستني قاضي هو اللي يحط لي قانون، ولا عضو برلمان هو اللي يحط لي قانون. الناس اللي مستنيه حاجه زي كده انا شايف ان لا، ما ينفعش تكمل، بل هتخرج لينا اشخاص في المجتمع للاسف هيسيئوا للمجتمع في المستقبل. فالناس دي لو معايا السلطه لهم شكرا ما تكملش. والله بص، انا اقدر لو انا ليا الحق ان انا اقول ان فلان ده الحق طبعا اكيد ما فيش ماليش حق طبعا ان انا ده ما يتجوزش او دي ما تتجوزش، طبعا لان ده حق مشروع للناس كلها. اتكلم عن الشخصيه النرجسيه. صح، صعب جدا جدا جدا. الشخصيه اللي عمرها ما بتغلط، اللي دايما اراها كلها صح وسديده. صح. هي فاهمه اكتر من الناس كلها، ما حدش يغلط لي، ما بعتذرش وما بقولش اسف. صعب جدا. طب انا هربي ابني ازاي او بنتي عشان اخليها ان طفل او طفله سويه تطلع للمجتمع زي ما حضرتك بتقول كده؟ صح. فدي حاجه من يعني لو انا املك القرار اقول ده يريح كده. ممكن والشخصيه المتسلطه اللي عايزه تتحكم في كل حاجه، في الستات مثلا، تبقى عنيده وشايفه نفسها هي اللي معاها زمام الامور، راس براس مع الراجل، لان احنا ربنا ما خلقناش كده. خلق الراجل ليه صفات وخلق الست ليها صفات. ولسه كنا بنقول ان الست اتخلقت من جوه سيدنا ادم، من ضلع سيدنا ادم، فاحنا الاثنين بنكمل بعض. من الضلع الاعوج. ايوه، اللي ما ينفعش
انه تشد عليه. شد عليه. فيعني احنا العلاقه كلها موده ورحمه، فازاي انا هتسلط وهبقى ند وهبقى واقف قدام راجل في البيت؟ والقوامه اصلا، ومن طبيعه الراجل كمان ان انا ما بحبش حد ينافسني او يناطحني، او انا القائد وانا الزعيم. ده ربنا خلق الراجل كده، وخلق الست انثى رقيقه جميله، فازاي هنقف ضد بعض؟ هقول لحضرتك على حاجه. حضرتك في المجال بتاعك ده علشان تعمل تثقيف وارشاد اسري، خصوصا في مرحله المراهقه ومرحله الخطوبه وما شابه ذلك. انا في الحقيقه بقى لي فتره واخد قرار اني ما احضرش خطوبه ولا فرح لبنت بالذات، لان الشاب دلوقتي يعني ايه يا عيني هو بيوصل 30 40 سنه عشان خاطر يتجوز. لبنت بالذات مثلا 18 سنه 19 سنه 20 سنه، لما بيجي اي حد من العيله او الجيران يقولوا لي ان في خطوبه فلانه، اسال اقول عندها كام سنه؟ يقولوا لي تحت ال 20 سنه، اقول لا مش هروح. ليه؟ لان شايف ان المرحله اللي هي عايشه فيها حاليا دلوقتي ما تقدرش تاخد قرار تبني بيه اسره ناجحه في المستقبل. خليني اقول لك السن تحديدا كمان بالنسبه للبنت والله، والراجل كمان او الشاب كمان. صح. يعني انا من مؤيدي فكره ان الشاب يتجوز فوق ال 25 وانت طالع. صح. ليه؟ هكون اتخرجت من الكليه، هكون ان انا قدرت ان انا على الاقل اشتغلت في اي حاجه حسب مجالي وحسب كليتي وتخصصي، احتكيت بناس، على الاقل هقدر اشوف الدنيا شويه. والبنت شرحه، احنا عندنا موروث كده اجتماعي ان البنت توصل 20 سنه لازم تتجوز. ولو مش بس كده، بس ليه لازم؟ يعني ليه لازم؟ بترد علينا باجابه تانية للاسف، يعني اجابه غلط جدا فيها اهانه للبنت. عشان نسطرها وكأنها مكشوفة الستر. للأسف. سبحان الله، ما أنا مستورة جدا في بيت أهلها، عايشة معززة مكرمة في بيت أهلها. صح. فهسترها من إيه؟ لا قدر الله في فضيحة مثلا. ادي البنت حقها وفهمها فهم حقيقي ووعي صحيح إنها تعيش حياتها، وتلقها، تخليها تندمج مع المجتمع في الجامعة، لو هي تشتغل أو عايزة تشتغل مثلا، تاخد خبرات معينة في وقت معين، بعد كده تديها الحرية إنها تختار. على الأقل حتى لو هي سنها صغير زي ما حضرتك بتقول كده 18، طب أنا عرفت إيه في حياتي عشان أقدر أختار وأقول إن الراجل ده ينفع يناسبني أو الشاب ده ينفع. أول امبارح لسه طفلة. مظبوط، مراهقة، لسه المراهقة من سن 14 وأنت طالع. صح. فأنا هعرف إن أنا إزاي أقيم بيت. عشان كده الدولة بتبقى ضد موضوع زواج القاصرات، هجوم شرس. طفلة بتربي طفلة، طب ازاي هتعلمها ايه؟ وايه الحاجات اللي هتبثها فيها جواها؟ طب هي فهمت اصلا ايه عشان تعلمه؟ مفيش، صفر. وبالتالي عندنا كده معتقد اجتماعي غريب جدا، انا مستغرب منه. توصل 20 سنه 21 سنه بسمع كلام غريب، ايه ده يا نهار ابيض، عندها 22 سنه لسه ما اتخطبتش. دي من الحاجات اللي كنت بقول لك عليها بقى من شويه، اللي هي الناس الفضوليه. 20 سنه ده لسه طفله، مش هقول طفله يعني، لسه صغيره. وماله؟ لا قالوا لي عنست، توصل 25 يقول لك عنست. بسمع كلام غريب جدا، فتضطر البنت انها تلجأ لاختيار خاطئ عشان تهرب من كلام الناس للاسف، فتقع وتتطلق. عشان كده بقول لحضرتك ليه نسب الطلاق بقت مرعبة في المجتمع بتاعنا. عايز اقول لك النسبة لأول سنة جواز كطلاق في المجتمع المصري من 240 ألف حالة وانت طالع سنويا، يكاد يكون من 28% ل 40%. ده نسبة علمية، تخيل، ده في أول سنة جواز. أول سنة. طب إيه عشان الاختيار الغلط، عشان أنا اخترت غلط. طب ما تقول لنا إيه الاختيار المظبوط، أو بنسبة كبيرة إن أنا أقدر أختار مظبوط. فيجي لي سؤال تاني، طب أنا لو اخترت زي ما أنت بتقول كده خلاص يا نجحت، الضامن ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا علمني إن أنا أخد بالأسباب وأعمل اللي عليا، إنما التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. إيه هي ممكن المعايير اللي أنا أختار بيها شريك حياتي؟ أول حاجة لازم يكون في توافق بين الحالة الاجتماعية والمادية. حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني مش هينفع تلاقي راجل مليونير هيجوز بنته لشاب على قد حاله، صح، أو راجل مليونير يجوز ابنه لبنت على قد حالها. وهاخد لك مثال من حقيقي من الحياة. الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث اتجوز ممثلة بتاعت فريندز، ممثلة أمريكية بره جنسيته أصلا المستوى خالص. الاجتماعي أقل من المستوى الاجتماعي عادية جدا، وغير جنسيته كمان. حصل إيه؟ وبحبها جدا وقصة حب عظيمة جدا. إيه اللي حصل؟ خلافات أسرية، وانعزل. مش عايز أقول إنه اتطرد من البيت،
ده حقيقي. خدها وراح عاش فين دلوقتي؟ في امريكا. ساب بقى الملك والقصر والجاه. بالنسبه له هو قصه عظيمه، انا بالنسبه لي كده هو فشل. ليه؟ خسر اهله. ما الحياه الجواز، انا عندي عيلتين عايز اوفق بينهم، ان انا اخترت اهل جداد بقوا اهلي، مش انعزل عن الناس. طب افرض هو دلوقتي طلق، هيرجع يعمل ايه؟ هيرجع يعتذر عشان يرجع تاني مكانه؟ مش ده اللي هيحصل؟ ده حقيقي. فهو ما نجحش، بالنسبه لي ما نجحش. فاذا المعيار الاختيار الحياه، التوافق الاجتماعي التوافق الاجتماعي والمادي مهم. تاني حاجه، اتفضل. تاني حاجه المستوى العقلي والفكري. ما ينفعش انا برضو تعليمي عالي هتجوز حد تعليمه عادي. صح. طب انا نتناقض في انهي نقطه؟ مش بنقلل من حد، لكن احنا هيبقى في جاب كبير جدا طبعًا ما بين الطرفين. طبعا مش بنقلل من حد ابدا، لكن خلينا نتكلم عن التوافق بيني وبين الطرف الثاني عشان اقدر اعيش، او يحصل تطوير. مظبوط. نتطور. في فرق ما بين الزوج في المستوى الثقافي والعلمي للزوجه، هو يروح ليها او العكس هي تروح ليه. مظبوط. علشان خاطر يحصل بالانس، يقدر ان هم يكملوا. خلينا نرجع تاني ليه نسب الطلاق مرعبه في اول سنه زواج. هل ممكن الاطفال تكون سبب انه انا لما اخلف ففي جزء كبير جدا من الاهتمام اللي بيبقى للزوج من قبل الزوجة ده بيقل ويروح عند الطفل؟ ده طبيعي جدا. بيصحيها بالليل، بتروح تنام في السرير بتاعه، مهتمة ان هي تديله الاكل بتاعه، فبيقل الاهتمام بالزوج نسبيا، فبيحصل للأسف يعني جفاء ما بين الطرفين وممكن يوصلوا للطلاق. هل لو احنا أجلنا شوية الخلفة، مش هقول أول سنة، لبعد 3 سنين من الزواج، لو كانوا الزوجين اتزوجوا في مرحلة 20 سنة مثلا، هل ده ممكن يقلل نسب الطلاق اللي موجودة في أول سنة؟ خليني أقول لك إن الجواز الجواز في مصر عندنا صعب جدا تقول إن أنا أجل الخلفة دي 3 سنين، ولو لقيتها هتبقى نسبة يعني تكاد لا تذكر. ده احنا من أول أسبوعين يقول لك مفيش حاجة جاية في السكة. أنت متخيل التفكير بتاع الناس؟ هل ده صح ولا غلط؟ غلط احنا طبعا. هنا غلط طبعا. غلط طبعا. أنا مع فكرة إن أنا أجل الخلفة لمدة سنة، لأن أول سنة جواز بيسموها دايما أصعب سنة جواز. صحيح. ليه بقى؟ أنا خرجت بره التوقعات والمثالية والخيال اللي أنا كنت عايش فيه لشريك حياتي، ونزلت على أرض الواقع فشفته بحقيقته. قعدنا بالفلانة الداخلية. أيوة، فشفته بحقيقته، شفته وهو بيشخر عادي. صح. شفتها وهي شعرها منكوش عادي. صح. انما اللي صحي حالة الشغف خلاص انتهت. اللي صحي زي ما بنشوف كده في الافلام والمسلسلات، صحي البيجامه بتاعته مكويه وشعره متسرح وهي الفول ميك اب، ده في الافلام والمسلسلات. فانت عندك صدمه شوك كده من الواقع. لا، هو ده الواقع اصلا. صح. بني ادم طبيعي، بشر زيه زيك، فبيغلط وعنده عيوب. فانت محتاج فتره اعرف انا وانت ازاي هنوفق على بعض طباعنا. صح. لان اكيد ما بنتش في الخطوبه، انا عايش في دنيا تانية ونسيت الهدف الرئيسي اللي انا قلت لك عليه. فتره الخطوبه صعبه، فبصطدم بقى بالواقع. طيب انا ربنا رزقني بطفل، طبيعي جدا الست، معلش خليني برضه اكون منصف، حاجه جديده عليها، اختبار جديد ومشاكل، وازاي هتربي وازاي هترضع وازاي هتاكل وتغير. اعذرها، الفوكس بتاعك هيتشال، ده طبيعي. بس ما كنتش اول امبارح بفكر في الزوجه اللي انا عايش فيها معاها حياه زوجيه سعيده، واجي بعديها بيومين الاقي فيه طفل وفي بيبي وفي حاجاته. ما ادوا نفسكم فرصه. يا ريت. انا مع فكره ان انا اجل سنه، لكن انا عليا 3 سنين. لكن احنا بنشوف غير الحقيقه. يعني المهم ان لو ربنا رزقك بطفل، لازم انا كراجل اتفهم بقى ان دي، احنا ممكن نمسك ورقه وقلم قبل الزواج ونقعد مع بعض كده، يعني الاثنين نتفق مع بعض. السنه الاولى نكتشف فيها بعض، نكون فيها بعض، حتى نسد الديون اللي موجوده علينا. لا ما في ديون، مش معاه طبعا، لسه خارج وعندي ديون وعندي حاجات. تيجي اجيب طفل تاني، اجيب لبن واجيب بامبرز واجيب حاجات واجيب بيحصل. ده ممكن يحطني حتى لو لسه بنحب بعض، بس الضغوط الاجتماعيه ممكن توصلنا للطلاق طبعا بعد كده طبعا. للاسف يعني. فنعمل بلان لده. احنا والله مش يعني الحياه لسه قدامنا طويله، مش لازم يبقى في طفل من اول سنه ولا تاني سنه. نتعود على بعض ونحب بعض. علشان كده
يعني بيدور بصراحة في دماغي، هل الصورة بقى بتاعت العيدية وبتاعت الدبدوب وبتاعت الهدية بتاعت الخطيب واروح انشرها على الانستجرام هي اثبات دليل على المحبة الحقيقية؟ لا، انا وجهة نظري لا، ده نوع من الاستعراض او كسب الترند زي ما احنا بنقول يعني. صح. لا، الحياه الزوجيه او الحياه اختيار شريك الحياه، او انا وخطيبتي او انا ومراتي مش معلنه انها تنشر على السوشيال ميديا. صح. انا ضد ده تماما، ده كسر الخصوصيه. انما الناس اللي بتنشر بقى من وجهه نظري كل تفاصيل حياته، بياكل في المطعم ايه النهارده، ومراتي عامله ايه النهارده، وخطيبتي مودياني فين النهارده، وكل اللي احنا بنشوفه ده بالنسبه لي ده قله ثقه بالنفس. وساعات ناس ممكن تعملها عشان تودي رسائل لناس تانية، ده كتير جدا. خلي بالك، انا بنشر ده، انا بحبه اهو، هو جوزي وحبيبي اهو. في ناس كده. ما خلينا بس نتكلم منطق كده، ما حدش هينشر سلبياته وفشله على السوشيال ميديا ابدا. هينشر كل حاجات. هل هي الحياه مثاليه 24 ساعه؟ استحاله. ما نشرش ليه احباطاته، ما نشرش ليه مشاكله، ما نشرش ليه ضغوطه الماديه. هل الحياه كلها خروجات وفسح وعربيات؟ ده انا عايز اقول لك في ناس بتأجر حاجات عشان تعمل بيها فيديوهات وعربيات وفلل كمان، عشان اظهر بشكل معين، عشان اجيب لايكات، عشان يجي لي فلوس. عارف يا كابتن الخطوره فين؟ الخطوره ان انا بهتم جدا باللحظه اللي باخد فيها الصوره، وبيكون تركيزي بقى مع الاضاءه، وتركيزي بقى مع التليفون، وتركيزي مع وقافل تماما الايموشنلي، قافل تماما الاحساس بتاعت انه يا عيني ونزل وجاب هديه كويسه وجاب بتاع، وانا ناسي نسيب ده كله، ركزت في الصوره بس، مركز في الصوره والناس التفاصيل اللي جوه الصوره. ايوه. فده طبعا ده مش حقيقي على السوشيال ميديا، ده مش حقيقي. في شخصيه تانية حابب اعرضها على حضرتك ونشوف هل ينفع يعني الحياه تكمل لو اكتشفنا ده ولا لا. الشخص الودني صعب جدا برضو، ان انا كلمه توديني وكلمه تجيبني. ايوه. صعب قوي جدا. ان انا مش قادر اخد قرار في حاجه، لازم اسال فلان، ولازم ده ما بيتغيرش. صعب قوي. فما ينفعش تكمل لو صعب قوي. وخلي بالك برضو مش بيبان بسهوله. النوعيه اللي هي الشخص اللي انا ودني ده مش بيبان بسهوله. عايز تركيز قوي يعني عشان اعرف ان انا متغير في قراراتي، او انا مش قادر يعني افكر كويس او اخد قرار. مش بيبان. انما البخيل ده بيبان، زي ما قلت لك في شواهد كتير جدا. استنزف دايما طاقتي، لازم ابرر لك كل حاجه عنده كبيره، لازم نقتصد، عايزين نجهز عشان نتجوز، نوفر مش عارف ايه، حاجات كتير انا مش عارف اعيش معاه. باين جدا. طب بس احنا كده اتكلمنا عن الراجل والصفات الوحشه اللي موجوده في الراجل. الست بقى او البنت، الصفات الوحشه اللي موجوده فيها تستوجب ان الراجل ما يكملش معاها. انا لسه ما كملناش على ابن امه بقى. ده ابن امه ده قصه تانية بقى خالص. ده موضوع هي مفسره نفسها. هي واضحه ان انا ماما بتاخد كل قرارات لازم ارجع لها. طبعا. فاذا انت بدها تتحمل مسؤوليه ازاي؟ هتيجي تقول لي ما الجنه تحت اقدام الامهات. في فرق بين البر، صدقني في فرق بين البر وبين الطاعه العمياء. لا، البر خلاص انا عارفه طبعا، انما حياتي الشخصيه دي بتاعتي انا اللي اقررها. انا مش حد تاني. بالنسبه لصفات البنت، عشان برضو ما اكونش جاي على الراجل في حاجه. بالظبط. اهم صفه بالنسبه لي انا العند. صفه قاسيه جدا، حتى احنا بنقول العند بيولد الكفر. ده بيهد العلاقات طبعا. شخصيه عنيده، طب انا هتفاهم معاها ازاي؟ والشخصيه النرجسيه نفس القصه، اللي هي ما بتعتذرش خالص دي، ودايما هي صح ودايما انت اللي فاهم غلط، عندك سوء فهم. شخصيات كتير جدا. وطبعا اللي بتكذب دي بتبان. البنت بتبان جدا بسهوله، اصعب من الراجل. الراجل ممكن يبقى في عنده شويه حوارات كده، انما البنت بتبان جدا لو بتكذب، اسهل من الراجل. هل البنت ممكن تدور يعني في زوجها المستقبلي او خطيبها انه لازم يكون مثلا شبه باباها؟ بنلاقي بنات كتير تقول انا محتاجه ادور على حد زي ابويا. هل ده ممكن يحصل اصلا؟ في ممكن بنت تفكر زي ما انت حضرتك بتقول كده، عايزه حد شبه بابا، بس ده بيبقى ليه سبب بالنسبه لي انا. ده عندها مشكله في تربيتها. ازاي؟ ان انا ما وصلتش ليها وهي صغيره، وصلت لها حب واهتمام وكل حاجه، بس ما علمتهاش ان مع المستقبل هيبقى ليها حياتها الخاصه، وليها اختيارها المظبوط لوحدها، وليها بيتها وليها زوج. فلازم اوعيها بزياده. فانا بابا ايوه،
زوج. وعمر ما يبقى زوج زي ابويا، استحاله. صح. انما ممكن يبقى في صفات مشتركه، ممكن يبقى حنين، ممكن يبقى طيب، ممكن يبقى شهم وجدع. انما هجيب حاجه زي بابا او عايز واحده زي ماما، لا دي مش حقيقي، مش هيحصل. لا. السؤال اللي اتسال كتير جدا 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 جدا، بس انا متاكد هلاقي ليه اجابه مختلفه اتمنى عن الاجابات اللي سمعناها قبل كده. جواز الصالونات هل ممكن ينجح، خصوصا في التشنج الغريب اللي موجود في المجتمع دلوقتي؟ بص، خلينا اكون صريح معاك. جواز الصالونات ممكن كل حاجه تنجح، مفيش ضمانات، الضامن ربنا سبحانه وتعالى. جواز الصالونات ينجح، وجواز عن حب ينجح او عن اعجاب بقى ينجح، مفيش مشاكل. ده مفيش يعني مفيش لاين معين همشي عليه هنجح فيه. ده ممكن متاح وده متاح، بس هي الفكره في المنتاليتي بتاعتي والاختيار بتاعي. انا لو عرفت اختار ازاي واخترت الحاجه اللي انا عايزها، خلاص كده انا بدايه الطريق ان انا انجح. مش شرط بقى ان صالونات شفتها في مكان او انا شفته في زياره عائليه مثلا، ده بالنسبه لي ما يشغلنيش. يشغلني حاجه واحده بس، ان انا عارف بختار ايه وعشان ايه، وايه اللي يناسبني وايه اللي انا عايزه. ما اروحش اجيب واحده اختار واحده محجبه تمام وانا عايز واحده من غير حجاب مثلا، او العكس، اختار واحده عجبتني وشايفها مناسبه ليا مش محجبه، لا هتتحجب بعد الجواز. مفيش الكلام ده. وهي انا عايز واحد ملتزم وبيصلي واصلا ما بيركعهاش، فان شاء الله يتغير بعد الجواز باذن الله. مفيش الكلام ده. فالفكره ان انت عارف انت بتختار ايه وعايز ايه من البدايه، فلا ملهاش علاقه بصالونات او من غير صالونات. ده بالنسبه لي. صح. خلينا نقول انه عادي جدا يبقى في صالون وفي تعارف، لانه الناس كلها مش مفتوحه على بعض. احنا قاعدين في المكان اللي احنا قاعدين فيه برج، قليل جدا اللي يعرف الشقه اللي جنبينا نعرف بعض. فعادي جدا ان احنا نفتح الباب ونقعد على الصالون ونتعرف، ويكون في فتره خطوبه او يكون في قبول في البدايه. طبعا في البدايه طبعا. طالما عدينا مرحله القبول، ندخل بقى في مرحله التعارف ويكون في فتره خطوبه. لكن ان احنا بنختصر بس جواز الصالونات، هو مش فرض عليا ان احنا قعدنا وفرض علينا ان انا وافق. احنا تعرفنا في قبول، نكمل نعيش مع بعض فترة خطوبة. فالصالونات بالنسبة لي أنا شايف إن هي عادية جدا لو مشيت بأسلوب نمطي كويس. إيه اللي ممكن يوصل الحياة الزوجية للخيانة بعد كده؟ الخيانة سواء من الزوج أو من الزوجة يعني. طبعا. ممكن نقول الضغوط الاجتماعية سبب مهم. أنا لو راجل مضغوط في حياتي وفي شغلي ومطحون وطالب مني متطلبات بيت وحياة وعندي أطفال مثلا أو فمش قادر ألبي احتياجات بيتي، ده ضغط مهم جدا، فمشغول طول الوقت. طب زوجتي لو هي بتشتغل فرضا برضه عشان نقدر ان احنا نساعد البيت او نقوم البيت كويس، طب فين نقطة التلاقي؟ انا في شغلي بشوف ناس وهي في شغلها بتشوف ناس، هي بتشوف رجالة وانا بشوف ستات. فانا وبعدين بتشوف ستات بقى ايه يعني، الست اللي زميلتك في العمل اللي بتجيب لك الساندوتش وتجيب لك تعمل لك الشاي وتجيب لك الحاجه اللي انت مفتقدها. طبعا الحاجه اللي انت مفتقدها مع الزوجه. عارف اجيب لك فنجان قهوه الصبح، شربت قهوه؟ طبعا. معقوله لازم اجيب لك فنجان قهوه؟ لازم. فده مراتي ما قالتليش كده. ايوه، مشغوله في شغلها مثلا والولاد وي فما فيش حته اللي هي الشغف بتاع الجواز في الاول ده. دي مفقوده. وانا راجل بيحب ازاي؟ خلينا نسال سؤال كده، هو الراجل بيحب ازاي؟ الراجل بيحب بعينيه. طب والست تحب بودانها، هتسمع كلام حلو واهتمام، تحب كده. والراجل عايز يشوف حاجه حلوه، يشوف ست مهتمه بنفسها، مهتمه ببيتها، مدياله حقه في العلاقه الزوجيه. كل ده مهم. وما بقى يعني اللي يعمل خيانه كمان ان انا ما بقتش قادر اعبر احتياجاتي النفسيه والجسديه، ده مهم برضه. ما ده انا مش قادر اطلب، بقت غريبه بالنسبه لي او بقى غريب بالنسبه لي، او روتين بقى واجب ان انا اتكلم معاك، او حتى لو في علاقه هي حميميه بيننا بقت روتين وكل فتره بعيده مثلا. دي حاجه من الاسباب واجب كده بنعمله وخلاص، بنشوفها في الحياه الزوجيه ونشوف مشاكل كتير جدا. فبقى البيت اشبه بسجن مقفول عليه من 4 حيطان، راجع نمطي روتين. الست اللي في البيت مراتي مش فايقالي، مش واخده بالها مني. انا ما بقتش برضو بديها حقها في حاجات كتير، فبقيت الجا ابص لبره.
يظهر بقى معايا شات، يظهر معايا فيسبوك، يظهر معايا ماسنجر، واتساب. زميلتي في زمان حضرتك بتقول كده ممكن في الشغل وانا عندي في زميلات. بس احنا خلينا عشان بس ما نخسرش فنجان القهوه اللي بنقرا عنه من زمايلنا، بس يكون في حدود. طبعا في حدود شرعيه طبعا بالزبط. لازم اكون انا واخد بالي، ما يبقاش في مدخل عندي ان الغلط يتفتح. بالظبط. احنا بنعيش عشان ما اللي بيشوفونا ما يقولوش ان احنا بنعيش في الشغل اكتر ما بنعيش في البيت. فالطبيعي بقى ان احنا نكون اصدقاء ونكون في تواصل موجود ما بيننا، علشان خاطر الحياه بالنسبه لنا في الشغل ما تبقاش فيها جمود. مظبوط. بس تبقى بحدود. البنت اللي عدت سن ال 25 سنه بدون خطوبه، هل الافضل ليها ان هي تفضل متمسكه بعدم الخطبه طالما لقيتش الشخص المناسب، ولا تستجيب للضغط المجتمعي وتقبل باي حاجه وخلاص؟ طيب انا سالت بنت قبل كده سؤال صريح، قلت لها انت تقبلي قطر الجواز يفوتك ولا يدوسك؟ قالت لي انا عايزه قطر الجواز يدوسني. قلت لها برافو عليكي. انا شجعتها على حاجه زي كده. ليه؟ لان انا لو اخترت اي حاجه عشان الناس بتقول، او عشان انا كبرت، او عشان الحاجات اللي المجتمعيه الخاطئه الغريبه اللي احنا بنشوفها دي او بنسمعها، طب ما انا كده كده هفشل في حياتي. ما انا مختار اي حاجه. هتقولي لا ماما ممكن تنجح، دي بتاعت ربنا بقى سبحانه وتعالى، بس الاسباب والشواهد بتقول انا مش هنجح. ممكن 1% تنجح، 2% ينجحوا، لكن مش ده الطبيعي ان انا اتجوز عشان خاطر الناس. هتجوز لما اكون انا عايز اتجوز وعايز ابني حياه وبيت، وعايز اختار بجد حد يناسبني زي ما قلنا كده، المعايير كده خلاص انا اقتنعت وشفت حاجات مبدئيه وحصل قبول مبدئي، والمعايير اللي احنا اتكلمنا عنها اتحققت ولو بنسبه كبيره، اتوكل على الله. انما اتجوز عشان فلانه بتقول لي او عشان بابا وماما بيقولوا لي يا بنتي عماله ترفضي العريس ليه؟ افرض مش مناسب. الافضل ليها ان هي تعيش بدون زواج خالص، ولا تقبل باي حد وخلاص؟ لا انا الافضل انها تعيش بدون زواج بالنسبه لي. انا مع ده جدا. انا بالنسبه لي كده احسن لما اتجوز واتهان، احسن لما اتجوز واطلق ويبقى معايا اولاد، احسن لما اتجوز. ده بقى الاخطر، انك تتجوز وتدخل حياه مش بتاعتك ويبقى في اولاد بعد كده، بعدين انت تتاذي نفسيا وهم واولادك يتاذوا نفسيا. ما فيش حد فيش طفل او طفله الناتج عن علاقه غير ناجحه او طلاق بيبقى سوي نفسيا، استحاله يبقى عنده مشاكل. ده حقيقي. حتى لو بنسبه بسيطه. مش هنقول بقى الحاجات اللي بنشوفها يعني، لان دور الاب مش موجود. ده حقيقي. سيدي وسيدك رسول الله عليه الصلاه والسلام علمنا ازاي نعامل الاطفال الصغيرين بالمساواه، ما نقارنش. لما كان يقعد الحسن على الرجل ده، لازم يقعد الحسين جنب منه على الرجل الثانيه، عشان خاطر انا وحضرتك نتعلم مظبوط ازاي يكون في توازن في تربيه الاطفال. لكن اقول اخوك الكبير افضل منك، اخوك الكبير ارجل منك، اخوك الصغير ارجل منك، اعمل زي اختك، ده ابن خالتك جاب درجه كذا. ده الحاجات دي عندنا انتقاد ولوم، عندنا مقارنه، عندنا زي ما حضرتك بتقول كده التمييز، ان الولد او البنت يحس ان انا بحب اخوه او اخته اكتر منه. ايوه. ده في حاجه اسمها القسمه الغير قابله للحسد. سمعت عن حاجه زي كده دي قبل كده؟ لا في الحقيقه. يعني ايه؟ ان انا وانت لو عندنا كيكه شوكولاته وعندي طفلين، عايز اقسم الكيكه دي بينهم من غير ما حد فيهم يحس انه التاني خد اكتر منه، لان اكيد حد فيهم يحس كده. فاعمل ايه بقى؟ اخلي واحد يقطع والتاني يختار. فدي حاجه علميه على فكره. ايوه. القسمه الغير قابله للحسد. اللي قطع هيحس انه قطع، انا كامل، انا عملت اللي انا عايزه، واللي اختار خدت اكتر حاجه، فحصل بينهم التراضي. في قصه التمييز دي صعبه جدا ان اميز فلان عن اخوه او اخته. طب بيحصل ايه بقى؟ يفضل عندي كره ليك مدى الحياه. الدلع بقى، الدلع الزايد للاطفال، هل ممكن يوصل الطفل انه يكون شخص اناني وغير مسؤول وما يقدرش في المستقبل ان هو يفتح بيت ويكون اسره؟ طبعا انا مع خير الامور الوسط. لا انا دلع مفرط ولا انا اقفلها عليه قوي ولا اقيده جدا. لا لازم يبقى فيه الامور يعني خير الامور الوسط كده. احسسه بالمسؤوليه، اديله تاسكات صغيره، مهام صغيره، اعمل كذا، اعوده من صغره ان هو مسؤول، وبرضه اجيب له حاجات اللي هو عايزها، بس لازم في وقت معين يحس ان بابا مش معاه. هنجيب الشهر الجاي مثلا، طب هنبقى نعمل كذا، مش كن فيكون كل حاجه مجابه.
عمره ما يبقى عنده مسؤوليه. صح، في فرق ما بين انا عايز وانا محتاج. وانا محتاج، مظبوط. لازم نعلم ده مظبوط، للاطفال. صح. اكيد من خلال شغل حضرتك تعرضت او شفت وجع كبير في عيون طفل. اه قول لي بقى. انت جيت على حاجه موجعه جدا. يعني في مشهد انا ما بنساهوش في حياتي ابدا. كنت ماشي في الشارع فشفت مع ابنها تقريبا 3 أو 4 سنين. الام دي بتزعق، بتشتم ابنها وبتضربه بالطوب، بتضربه بطوبه، انت متخيل؟ والطفل عمال يعيط وبحاول ينزل غلبان صغير عايز يمسك طوبه يرميها بيها. وشفت المشهد، انا عايز اقول لك كان يعني ممكن انا ابكي في المشهد زي ده. ليه بقى؟ لان انا اتحركت بآلة الزمن. شفت لما الولد الصغير ابو 3 سنين ده ولا 4 سنين هيوصل ليه؟ هيبقى عنده 18 19 سنه، هيعامل امه ازاي لما يكبر؟ دي حاجه. هيعامل اخته ازاي؟ ما هو شاف عنف من الست، فتكون عنده في دماغه هنا العقل اللاواعي ان الست لازم انا انتقم منها من اللي انا شفته. ولما يتجوز بقى هيعامل مراته ازاي؟ شوف انا اثرت في الطفل قد ايه على المدى الكبير. ده بالعكس اثرت في مجتمع. ده حقيقي. كان مشهد بصراحه مؤلم جدا. الغلطه اللي ممكن يعملها الاب والام بحسن نيه وهو مفكر انه هو كده بيربي صح، هو بيعمل ده من اجل مصلحه ابنه، ولكن لما نحلل ده نكتشف ان التصرف ده هو تصرف خطأ. اكبر غلطه ممكن يعملها اب وام في اولادهم، يقصوا ريشهم قبل ما يطيروا. ده كلام عظيم. يعني ايه؟ يعني ما تحطش ابنك او بنتك كوبي بيست منك. خليه يعيش شخصيته ويعيش وقته ويعيش سنه ويختار اللي بيحبه ويعرف يميز بين الصح والغلط، لانه طبيعي هيغلط فانا اعلمه. انما لازم يبقى نسخه مني، لازم يبقى دكتور زي بابا، لازم تبقى مدرسه زي ماما. لا، مفيش حاجه اسمها كوبي بيست دي في التربيه. في حاجه اسمها ميول واهداف خاصه بيه، ليه حياه مستقله. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا كل واحد ليه بصمه غير التاني، ما خلقناش زي بعض ليه؟ ده احنا بنقعد نقول الايد الواحده صوابعنا مش زي بعض، فانا عايز ابني وبنتي يمشي زي بالظبط. ما تحققش حلمك او حلمك او اللي ما كنتيش عايزه تعمليه او ما كنتيش عارفه تعمليه او مش عارف تعمله في ولادك. هو اللي احنا بنعمله دلوقتي في المناهج بتاعه الحضانه والمناهج بتاعه مرحله التاسيس، المرحله الابتدائيه مع الاطفال. المناهج اللي بنشوفها مناهج ثانويه عامه بنشوفها دلوقتي في حضانه حاجات كبيره جدا عليهم. صحيح، هل الكلام ده صح؟ انا بصراحه لو هتكلم عن رايي الشخصي انا، لان بشوف الاطفال الصغيره في المرحله الابتدائيه زي ما بتقول حضرتك كده التاسيس، الطفل تحس انه عجوز. ايوه. ازاي شايل كتب كتير في الشنطه بتاعته، ماشي يعني مش قادر يشيل الشنطه. مش بس كده، ما يرجع بقى يذاكر بلاقي حاجات ومصطلحات وحاجات انا مش عارفها. طيب اللي احنا كنا بناخده زمان، جيل الثمانينات العظيم اللي كنت بقول لك عليه، لا يتناسب تماما معايا، حتى لو بالانجليزي، حتى لو لغات. الكم المعرفه واللي انا عايز اثقل بيها الطفل شايفه كتير قوي عليه، محتاجه اعاده صياغه تاني. انا طبعا مش متخصص، لكن بشوف الحالات اللي بشوفها قدام عينيا من الطفل، يطلع معقد مثلا، او عنده، تخيل طفل عنده اكتئاب ده ازاي مش عارف، او قاعد مش عايز يروح المدرسه، او خايف من الامتحان بتاع بكره. انا حملته فوق طاقته وسلبت منه احسن فتره بيعيشها. بالعكس ده هتبقى فتره جميله المفروض في الذكريات يفتكرها. حضرتك عشت معانا تجربه كامب العباقرة او كادر اكاديمي. كنا السلوجان بتاعنا بنحقق متعه التعليم متعه. مظبوط. لما كنا بنوصل نعاقب الاطفال عندنا في الاكاديميه كنا بنقول ما تجيش بكره. بس قبل ما نطبق القرار ده احنا هيئنا المكان ان المكان بالنسبه له هو حياه، هو جاي عشان يلعب، ومع اللعب بنديله التعليم. فانا بديله التعليم باللعب. كانت تجربه ناجحه بصراحه، فعلا ناجحه وعجبتني جدا. تفتكر لو كانت اتعممت على مستوى مصر كانت ممكن تبقى حلوه؟ كانت هتبقى نقله. الفكره او الاسلوب ده حلو طبعا، بيخلي الطفل عنده اشتياق للمكان وبيتعلم برضه. ما انا نفسي مفتوحه ومبسوط. السؤال ده قاسي جدا اللي انا عايز اساله لحضرتك. في الحقيقه لما الطفل يشوف والده بيشتم مامته او بيضربها ممكن يحصل له ايه؟ بتولد جواه خوف بشكل كبير جدا، خوف مرضي، يخاف من اي حاجه تقابله، وبيخاف من باباه، بس يفضل يكتم جواه ويفضل وما يقدرش يكون علاقات كويسه صحيه مع اقرانه.
ولا حتى مع باباه، ولا حتى مع باباه. عمره ما بيبقى صح. هيعامله بخوف، صح خايف منه، بس لازم اعامله بابا. صح. وشفت ماما، فعندي كره كره بيتولد جوايا من الصغر، فيتحول لعنف. نلاقي بقى في المدرسه اللي بيضرب زميله، اللي بعور زميله، اللي عنده اللي بيشتم زميله، ونلاقي استدعاء ولي امر ان ابني بقى عنيف. ازاي ده؟ انا مربيه. لا، ما هو عشان هو شايف. مربيه بالضرب. شايف. أيوة. وضربته اكيد، ما انت بتعمل في مامته كده اكيد انت ضربته. فيتحول بقى لطفل عنيف، تطلع منه كل التصرفات اللي احنا بنشوفها. امتى نربي الطفل انه يكون شجاع ويقول لا في مجتمع اتربى على الطاعة العمياء؟ الطفل لازم يقول لا من صغره بقى، لحد ما يكبر يقدر يقول لا. انك تديله حدوده الطبيعية، تخليه يعبر عن نفسه، تديله مساحة من الكلام، تسمعه. الطفل عايز حد يسمعه. هتقول ان ده بيتكلم في كلام تافه ومش عارف ايه وكلامه صغير انا مش فاضي. لا، ده بالعكس، ده الكلام التافه بتاعه ده وانت بس باصص له عينيك في عينيه، ده حاجه كبيره جدا عنده. وناس كتير بتقول لك الطفل ده صغير عيل مش فاهم حاجه. لا خالص، ده من سنتين عايز اقول لك الطفل ذكي جدا وبيفهم كل حاجه، وكل موقف وتفصيله مأثره فيه مدى حياته. لازم تديله مساحه يعبر، لازم تديله مساحه يقول لا من صغره، ولازم تديله مساحه يختار. اللي تجبره على حاجه دي انت بتمحيه. اختار لبسه، اختار كل حاجه. ماما تاخده كده توقفه قدام، عايز تروح معانا مثلا هنا ولا هتحب ايه؟ لا كذا. طب ايه رايك تشتري مثلا اللعبه دي ولا اللعبه دي؟ مش خد دي، اشتري دي، تعالى هنا اقعد، روح هنا ما تتكلمش. لا، يعني جمله ما تتكلمش دي او اقعد ساكت دي جمله رهيبه. انا اصلا نهيته. كانت بتتقال لنا الجمله دي واحنا صغيرين. خلاص خالص، هتقولش اوعى تتكلم. انت عارف، انت عيل عارف حاجه. الحمد لله احنا فلتنا وعارف. كان الموضوع كان صعب. عشان كده بقول لك الوعي زمان كان مختفي. صح. بس كان في اصول وعادات وتقاليد طبعا، بس مش كافيه. لازم في وعي عشان اربي ابن او بنت سليمه نفسيا. فعمرك ما تقول له لا، عمرك ما تهينه، عمرك ما تكبت رغباته. خليه يختار ويقرر، فيقدر يقول لا في اي وقت. ازاي الطفل يختار صديقه في مرحله المراهقه سواء كان ولد او بنت؟ اختيار الصديق ده ليه مراحل كتير جدا جدا. يعني مرحله المراهقه مرحله خطيره وعايزه كنترول كبير من الاب والام، كنترول من غير مراقبه. بس انت دايما سبوت لايت عليه كده وهو بتتحرك، وهو جاي من الدرس او جاي من المدرسه، وهو جاي من المدرسه، وهو جاي من مشوار. لازم تبقى دايما فوكس عليه، لازم فوكس عليه. طب تختار اصدقاء ازاي؟ لما يبقى في بينك وبين ولادك في مرحله المراهقه لغه حوار، مش منعزلين عنك تماما، عارف تفاصيلهم، مش خايفين منك فبيحكوا لك، او من مامتها فبتحكي لها، كل التفاصيل حافظينها. فتبدا تنصحه انت وتوجهه ازاي يختار صديقه الاختيار السليم. وارجع لسيدنا علي بن ابي طالب، ليه برضه مقوله عظيمه. بيقول لا تأمن لرفقة احد حتى تراه في ثلاث. يعني ما تأمنش لحد يبقى انتيم او صاحب الا ما تشوفه في 3 حالات. اول حاجه شده تصيبك، انت تمر بازمه ومحنه ومشكله، هو فين؟ بيتحجج ومش واخد باله ومش عارف، ولا لازق جنبك؟ او نعمه تصيبه، ربنا يرزقه بمال او سلطه او ايا كان او نفوذ، تشوفه هل هيتغير معاك ولا هو اصيله زي زمان؟ او ثالث حاجه جفوه بينكما، مشكله بينكم انتوا الاثنين، هيعاملك ازاي؟ هيعاملك في فجر في الخصومه زي ما سيدنا النبي كان ليه حديث عنه، ولا هيبقى في نفسه رضيه وهيتواصل معاك وفي تواصل وفي تفاهم وفي تسامح؟ مش محتاجين نضيف حاجه غير المنهج بتاع سيدنا علي. كلام عظيم طبق ده بس جداً المنهج هيبقى يعني عظيم. وصل الطفل ان هو عمل اصدقاء في مرحله المراهقه، امتى بقى يقرر انه لا الصديق ده ما ينفعش يكمل معايا؟ هو لو عنده بقى وعي، وانا خلاص خدت مراحل التربيه السليمه اللي احنا اتكلمنا عنها كلها، هيبدا هو يقرر لما يلاقي حد يبدا يأذيه، اللي صاحبه اللي هو فاكره صاحبه ده بيأذيه، زي مثلا يتنمر عليه، يعمل له مشاكل، يحطه في مشكله، يسبب له مشاكل، ممكن يعطله عن دراسته مثلا، فيبدا هيبان له مؤشرات كده. لو انا الطفل ده المراهق ده عنده وعي بقى، ما انا خلاص انا محتضنه وربيته كويس، فهيبدا يستجيب لي، هو هيتنبأ بالحاجات الغلط دي، فيبدا يبعد من نفسه. صح. ايه رأي حضرتك نشوف ايه الأسئلة اللي عبد الرحمن مجهزها لنا
جوه الصندوق. تمام، انا جاهز؟ جاهز مفيش مشكله. هتفتح الصندوق تمام. وهتقرا الاسئله اللي موجوده. لحضرتك الحريه في الاجابه. دي مفاجآت دي اكيد. بس طبعا، بس نامل انه حضرتك تجاوب على كل الاسئله اللي موجوده ان شاء الله جوه أقدر. الصندوق. ان شاء الله جاهز؟ تمام. بسم الله. السؤال ده سؤال يعني قوي جدا. مين اول شخص هتدور عليه عشان تحضنه اول ما تدخل من باب الجنه؟ يا رب كلنا نخش الجنه يا رب. يا رب. ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. اكتر شخص نفسي اشوفه الله يرحمه، لانه فعلا علمني كتير وغرس فيا حته الله يرحمه الخير اللي انا مش بعمله عشان خاطر حد، انا بعمل خير عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. فده غرس فيا الحته دي جدا. ومش شرط ان انا اعرف فلان عشان اعمل خير، لا، الخير ده في المطلق، لان الانسان فطرته السليمه الخير. جميل. الله يرحمه ويحسن اليه. ايه النصيحه اللي كنت مقتنع بيها واكتشفت انها غلط؟ ايه النصيحه اللي كنت طبعا بس مقتنع بيها زمان؟ ما اكيد زمان. بالظبط. مقتنع بيها زمان واكتشفت انها غلط. عمال اقلب في الهيستوري بتاعي. معنى كده ان كل النصائح اللي كانت اتقالت لك زمان لسه مكمل عليها وشايف ان في هي اكيد صح؟ حاجات انا مش شايفها ما كانتش صح، بس ما افتكر كده. اقول لك طبعا موضوع الضرب سواء كان في المدارس او من اهالينا ده اكيد ما بنتفقش مع ده دلوقتي. ما بنتفقش مع الضرب طبعا، لان الضرب بيطلع الطفل جبان. بيزرع الخوف جواه. ده حقيقي. بيزرع الخوف جواه. ده حقيقي. فدي من الحاجات اللي هي نعتبرها كانت حاجات قديمه اتربينا عليها ودلوقتي بنحاول ان احنا نغيرها. صعبه جدا. اوكي، السؤال اللي بعده. ايه اكتر حاجه في طفولتك اثرت في شخصيتك؟ ايوه، اكتر حاجه في طفولتي اثرت في شخصيتي. اغششك ولا الاجابه حاضره؟ انا من صغري طفل، يعني ممكن تقول عليا مميز شويه. مميز في ايه يعني؟ بمعنى ان انا ما كانش بيعدي عليا حاجه عابره كده مرور الكرام، سواء تصرف من شخص لشخص، سواء كلمه من شخص لشخص. كل حاجه كنت بركز فيها كويس جدا جدا، وبتفضل في بالي ومش ناسيها. يعني انا عندي ذكريات من وانا في 3 سنين وانا فاكرها كويس جدا، حاجات كويسه وحاجات مش كويسه، وعندي حاجات كتير، هيستوري كبير مليان يعني. فلا، انا اكتر حاجه في طفولتي اثرت في شخصيتي. يعني اعتقد انه يعني اللي كان موجود واللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده هو اللي وصل حضرتك دلوقتي انك تكون لايف كوتش. جدي الله يرحمه. كنت بشوف معاه حاجات كتير اثر في شخصيتي، الجديه والاحترام والتقدير للناس كلها ومحبه الناس، كل ده اكيد زرع جوايا حاجات يعني. بالاضافه طبعا التربيه في البيت يعني. اوكي، السؤال اللي بعده. اسئله جباره يعني. ايوه. لو قابلت هو نفسك، صندوق بقى. لو قابلت نفسك وانت صغير هتعتذر له عن ايه؟ عن اختياراتي الغلط في حياتي، هقول له انا اسف. وعن الناس الغلط، اختيارات في الناس والحاجات الحياه الشخصيه عموما، خصوصا في الناس يعني. هعتذر لنفسي جدا جدا ان انا اخترت غلط. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه في الحقيقه، الاختيارات الغلط دي هي اللي صنعت شخصيتك بعد كده. احنا لازم نغلط علشان نتعلم، او لازم نتألم عشان نتعلم. بالظبط. ايوه بالظبط. بس السؤال اللي بعده، عايز تعيش لحد سن كام وليه؟ انا مش عايز اعيش لحد سن كام، انا عايز اعيش لحد ما احس ان طموحي اتحقق ونجحت. طب ايه النجاح؟ ايه النجاح والطموح؟ ان انا صوتي وصل لناس كتير وناس كتير تأثرت بكلامي، الكلام المفيد طبعا اللي يفيدهم، وان انا اقدر اعدل من حياة شخص او انسان. ده بالنسبة لي نجاح كبير جدا جدا، اعيش لحد السن ده. عظيم. ممكن تسألني انت السؤال ده؟ عايز تعيش لحد سن كام وليه؟ عايز اعيش لحد سن 80 سنة. تمام. وليه؟ لانه في الحقيقة شايف انه مرحلة من 60 لل 80
هي مرحله يبقى فيها تحول كبير جدا في حياتي. في التوقيت ده هبقى صديق اللي عايشين معايا المرحله دي. عندي هدف مستقبلي ان شاء الله ان يبقى في يعني مكان، مؤسسه كبيره موجوده في الصحراء هنزرع فيها وهنعيش فيها. مش دار مسنين تقليديه، ولكن تبقى حياه بنودع بيها الدنيا وبنقابل بيها الحياه البرزخيه اللي هنعيشها، اللي هتوصلنا للجنه ان شاء الله. فاعتقد هكون مبسوط جدا بالمرحله دي. ان انا اكون مرافق للكبار اللي يبقوا موجودين من سني وقتها، ونسعكز على بعض. اجابه عظيمه، ونسند على بعض. اجابه عظيمه جدا. ايه اللي تتمنى الناس تفتكروا عنك بعد عمر طويل؟ ايوه، الخير اللي انا بعمله نفسي الناس ما تنساهوش، او نفسي لو حتى لو اثرت في انسان واحد بس، سواء عيلتي بقى او اسرتي او اولادي او صحابي او اي حد، يفتكرني بالخير دايما. ده اللي نفسي الناس تفتكرني بيه يعني. يا رب. بتخاف من ايه دلوقتي؟ بخاف من ايه دلوقتي؟ ده سؤال محتاج تفكير. ايوه، بخاف من حاجه واحده بس، وبعد ادعي ربنا دايما بيها: ما يعشمنيش في حاجه ما تكونش ليا، ما امشيش في طريق كبير وابذل مجهود كبير وهو مش طريقي، وبدعي ربنا دايما يبعدني عن الحاجه دي. بس دي اكتر حاجه مرعوب منها انه رصيد الستر ينفذ. طبعا خاف جدا. طبعا. احنا عايشين بستر ربنا، احنا مش شطار. طبعا، لا مش حد احنا شاطر. كل اللي بيحصل في حياتنا انا مستور مش شاطر، هي ستر من ربنا. فمرعوب جدا. ربنا يحفظنا. وبس فعلا انك تمشي في طريق مش طريقك صعب قوي. ده حقيقي. وبعد كده بعمر تكتشف الغلط. ده حقيقي. في آية في القرآن كمان أنا بصراحة مش متذكرها: هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. صعب قوي قوي قوي. آخر سؤال: هل في حد ظلمته من غير ما تقصد؟ أكيد وارد، أنا مش هفتكر. أكيد وارد يكون ده حصل بدون قصد أكيد، واتمنى ان هو يكون يسامحني يعني لو حصل حاجه كده. انا مش متذكر طبعا. هل في مشكله انك لو اتذكرت الشخص ده ورحت قلت له انا لا، ما عنديش ادنى مشكله، انا بعتذر على اللي حصل مني؟ لا خالص، ما عنديش مشكله والله خالص. الحياه بسيطه جدا. الحياه سهله ان احنا نقول لا اسف، لان الحياه قصيره. الحياه عشان قصيره، في ثانيه انت مش هتبقى موجود. احنا في صندوق تاني، ده صندوق اخير. الصندوق ده حضرتك هتاخد النوت دي. تمام. اوكي، نوت قديم. تمام. من الزمن القديم. شوف كده من سنه كام؟ 2004. الورق بتاعها ورق ايه؟ ورق زبده. الورق القديم. ايوه. وحضرتك هتكتب رساله لاسرتك، زوجتك واولادك. هتحطها في الصندوق ده، مش هتتفتح غير بعد 20 سنه. واخدها معايا الرساله؟ هتبقى موجوده معايا هنا. ده صندوق الاسرار. بعد 20 سنه اسره الكابتن كريم اتفضلوا، هتلاقوا الصندوق موجود بعد 20 سنه. يا بيلي عيش. ايوه. اكتب لهم رساله دلوقتي هنا، يعني رساله يبقوا فخورين بيها. رساله يبقوا فخورين بيها. تمام. ده جواب. النهارده ايه؟ مهم جدا السيجنتشر بتاعت حضرتك نقطعها عادي كده يعني. ايوه، زي زمان. فاكر زمان لما كنا بنكتب الحاجات دي من طبعا أسرة الكابتن كريم. الرسالة دي هي موجودة اوريدي، بس حضراتكم تقدروا تاخدوها بعد 20 سنة ان شاء الله. تعبتك معايا، شرفت جدا بوجودي معاك، وحقيقي سعيد ومبسوط. انا اتمنى اكون قدرت يعني اقدم حاجه ولو بسيطه تقدر انها تفيد الناس وتحقق حاجه كويسه ايجابيه. يعني سعدت جدا واستفدت جدا جدا جدا. يا رب يكون فعلا اللي احنا سمعناه النهارده.
ربنا يخليك. ونأمل لو واحد بس يقتنع باللي احنا قلناه. اتمنى جدا ان اكيد انا وحضرتك هنبقى مستفيدين طبعا ده. جدا. فتحنا صندوق وعرفنا اسرار من الكابتن كريم. علشان كده بقول لك موافق نذيع طبعا. يا رب حد فعلا يستفاد من اللي احنا قلناه النهارده، وان شاء الله حد يستفاد، لان احنا يعني انا كلامي كله حقيقي وواقعي، فان شاء الله يكون بسيط ويوصل للناس كلها ان شاء الله يعني. حابب اعرف رايك في اللوكيشن بتاع برنامج جوه الصندوق. عجبني جدا، واسم البرنامج اصلا عجبني، يعني احنا طول عمرنا بنقول بره الصندوق، طب ما نيجي نخش جوه نشوف في ايه جوه، ندور على اللي جوه الاول. احنا ما خلصناش اللي جوه اصلا عشان نبص على لسه ما خلصش، انما اللوكيشن حلو جدا، جو اللي هو الصور القديمه، الجيل بتاع زمان، جيلنا الثمانينات ده، والجو لا جميل جدا. شفت التليفون القديم والراديو، افتكرت زمان، والست اللي بتملى ميه من الترومبه هناك في الصوره دي. صور جميله جدا. شايف الست الجميله اللي هي بتحمي ابنها في الطشت دي؟ كنا بنعمل كده زمان واحنا صغيرين. في حد كتب قصيده جباره على الموضوع ده وبيقول فاكر لما كنا جوه طشت بنستحمى. صح؟ سمعتها قبل كده؟ سمعتها. جميله جدا. طيب احنا في عندنا طبعا انه حضرتك بكل تاكيد اللي حضرتك هتقوله ده وصل للناس، وان شاء الله يبقى فيه استفاده. علشان كده حابين حضرتك تقترح لنا 3 أشخاص يكونوا موجودين معانا ضيوف في الحلقات القادمه. 3 أشخاص. احنا هدفنا الفاليو، هدفنا القيمه. تمام. اول شخصيه ممكن تكون الاستاذه بوسي سليم. موافق جدا. ولينا الشرف طبعا ممتاز ان هي تبقى موجوده معانا يا استاذه بوسي ان شاء الله. سنه جميله يعني. ده حقيقي. ممكن انا عمال افكر اجيب في بالي، عشان عايز اجيب حد فعلا يكون يقدم قيمه زي ما حضرتك بتقول. ايوه، بس انا مش يعني ممكن مش في بالي دلوقتي حد. طيب انا الاستاذه بوسي هو يعني اقتراح ممتاز جدا بالنسبه لي، وانا طبعا موافق عليه ان شاء الله. لكن هستنى من حضرتك انك لو جات بالك ترشيحات اخرى تمام تقولها لنا ان شاء الله، عشان تبقى موجوده معانا في السكيدول. كمان حضراتكم ان شاء الله لو شايفين مين الشخصيه اللي حابين ان احنا نفتح الصندوق بتاعها ونعرف ايه اللي جوه صندوقها، اكتبوها لنا في تعليق. سعدت جدا بيك. شرفت جدا ومبسوط جدا ان كنت معاك النهارده. تحياتي ليك.